تخيل معايا كده 30 يوم من غير اي سكر مضاف، لا عصاير ولا شوكولاته ولا حلويات، حتى الكاتشب بعدت عنه. في الفيديو ده هقول لكم بالتفصيل يوم بيوم ايه اللي حصل لجسمي وطاقتي وبشرتي ونفسيتي لما بطلت سكر تماما. اول يومين كانوا اصعب مما تخيلت، صداع شبه دايم ومزاج مش ثابت واحتياج غريب للحاجه الحلوه. جسمي بدا يسحب الجلوكوز السريع اللي متعود عليه من السكر، بيحاول يعتمد على مصادر تانية للطاقه زي الدهون. ده طبيعي لان السكر بيأثر على مستقبلات الدوبامين زي المخدرات. عشان تبقوا عارفين السكر المضاف بيرفع الدوبامين بسرعة، فبيخلي المخ يربطه بالراحة والمكافأة، عشان كده الانسحاب صعب. وأول أسبوع من قطع السكر بدأت أعراض الانسحاب تهدى عليا. النوم بتاعي بقى أعمق، بقيت أصحى من غير أي منبه، شهوتي للحلويات بدأت تقل بنسبة 30%، وبشرتي بدأت تبقى أفتح والبهتان راح وكمان أنعم. وعشان تبقوا عارفين أول 5 أو 7 أيام من قطع السكر الأنسولين بيبدأ يستقر، وده بيقلل من مقاومة الأنسولين اللي بتسبب التخزين الزايد للدهون. ومع بداية الأسبوع الثاني من قطع السكر الإنتاجية زادت بشكل ملحوظ، دماغي بقت أوضح، معدتش بحس بخمول بعد الأكل، بدأت أحس إن جسمي بيحرق أكل بشكل أسرع، الشهية قلت، حتى الأكل نفسه بقيت أشتهيه بطريقة أقل. عشان تبقوا عارفين غياب السكر بيساعد على استقرار مستوى الجلوكوز في الدم، فبالتالي مفيش طلعات ولا هبوط مفاجئ في الطاقة. ومع بداية الأسبوع الثالث من قطع السكر خسري تقريبا قل 2 سم من غير أي رياضة، بدأ لبسي يبقى أريح. المفاجأة إن الدهون في البطن بدأت إنها تقل فعلا. في ناس ممكن تحس بالبرد أكتر لأن الجسم بيقلل الالتهاب الداخلي، وده بيأثر على حساسية الأعصاب. ومعلومة على السريع، قطع السكر المضاف بيساعد على خفض هرمون الكورتيزول اللي هو هرمون التوتر، وبالتالي بيقلل من تخزين الدهون وخاصة في منطقة البطن. ومع بداية اليوم 22 لليوم 29 من قطع السكر بدأت ألاحظ إني باكل لما بجوع مش لما بزهق، لأ، حتى لو قدامي شوكولاتة مش فارق معايا، قدرت أتحكم في اختياراتي حتى وأنا برا البيت. بشرتي بقت أنضف، حتى حبوب الشباب اختفت تقريبا. وبعد 3 أسابيع من قطع السكر مستقبلات التذوق بتتجدد، فبتبتدي إنك تحس بطعم الفاكهة أحلى، مش محتاج أي محليات تانية. وبعد 30 يوم بالظبط من قطعي للسكر خسيت 3 كيلو من غير ما احس. مقاسي في اللبس قل درجة، مستوى طاقتي ثابت طول اليوم، مفيش تقلبات مزاجية ولا صداع ولا شهوة للأكل العشوائي، والأهم اكتسبت عادة جديدة هي إني ما اضيفش سكر تاني الأكل. 30 يوم من غير سكر مش بس تحدي، ده كان إعادة تشغيل لجسمي بالكامل. لو نفسك تبدأ الرحلة دي سيب لي تعليق وقولي نفسك تبدأ من امتى. لو محتاج خطة مخصصة ليك ابعتلي على الخاص واحجز استشارة علشان صحتك تستاهل.